الاهلي النهارده بيتعادل مع انبي، انا بقول انبي هيكسب امتى وسموحه هتكسب الاهلي امتى ومش عارف ومين كان الماتش اللي فات اللي هو الاهلي كسبه، والله ما فاكر حاجه من كتر الواحد ما قرفان، والله ما فاكر حاجه. المهم يعني الفرق كلها، انا امتى تكسبوا الاهلي؟ اذا كنتوا انتوا بالناشئين وبلعيبه ما بتلعبش وبقالهم فتره، يعني النهارده مثلا ما اعرفش حد خالص في الناشئين، وحتى اللي بيلعبوا مفيش الا قفشه وكهربا. كهربا الكره بتحبه، خلي بالك لو ما جبتوش 2 راسات حربه زي ما انتوا بتقولوا يعني اقوياء اقوى من كهربا، يبقوا ما تمشوش كهربا. كهربا الكره بتحبه، والله الكره بتحبه. يعني جاب جون واتحسب اوفسايد، بعدها على طول جاب جون تاني، الكره جات له وعرف يتصرف فيها. فاعتقد ان ده يبقى بديل كويس قوي لوسام ابو علي. بس هو بقى يعني ما يقعدش يقلب وشه عشان يكمل في النادي الاهلي، ما يقعدش يقلب وشه ويتقمص والكلام ده. انت خليك مركز زي ما انت مركز كده يا كهربا، كل ما تنزل تجيب جون يعني انت الماتش ده والماتش اللي فات جبت جون والنهارده جون، يعني امال بقى لو كنت بتلعب بقى على طول اعتقد كنت هتبقى هداف الدوري زي وسام ابو علي، وممكن تعدي وسام ابو علي كمان. طبعا الكلام ده مش هيعجب ناس في الاهلي او جماهير الاهلي، لان جماهير الاهلي قلبت عليه خلاص. ودليل ان هي الماتش اللي قبل اللي فات شتمته وقعدت في المدرج تقول له ارحل بقى يا عم، خلي عندك دم. هو ده كهربا اللي جاب لكم بطوله افريقيا، هو كهربا ده اللي حسم لكم السوبر، كهربا ده اللي جاب لكم الدوري، كهربا ده. يعني اي حد يعمل معاكم خير ما تقلبوش عليه، افتكروا له دايما الحلو، ما تفتكروش الوحش. انما للاسف يعني هم كده، مصر كده قله اصل. طالما ان هم اتبلغوا يقلبوا على فلان او ينهوا على فلان، خلاص كده يبقى نهوا عليه. انما كهربا والله العظيم هتندموا عليه. هو ما بتندموش على حد اصلا، ان انتوا اصلا ما عندكوش يعني كبير. يعني انتوا اللي حتى اللي هو بيبقى شايل الطين زي قفشه، جايب لكم مرتين الدوري وجايب لكم مرتين القضيه والكلام ده. انتوا من حوالي 3 4 شهور كنتوا عايزين تمشوه، في شهر يناير اللي فات كنتوا عايزين ويقول لك هو بيعمل ايه؟ هو عمل ايه؟ هو جاب لنا جون واحد بس، ده بطوله من اقوى البطولات اللي دخلت مصر، القضيه بتاعت قفشه دي، لان طرفها نادي الزمالك. فدي تفضل يعني محفوره في التاريخ. وبرضه كانوا بيقلبوا عليه ويقول لك هو عمل ايه؟ ده القضيه. جمهور بينسى المعروف على طول، يعني في بعض من الجماهير كده. انما طبعا الجماهير المحترمه بتبقى عارفه ان الراجل ده له قيمه وقامه ومؤثر، وهو السنه دي اللي حسم لكم الدوري. وانا المره اللي فاتت قلت 3 لعيبه، قلت كريم فؤاد واكرم توفيق واسامه ابو علي، وعلى راسهم هو كان قفشه، لان قفشه بتاع الصعب، قفشه بتاع الحسم، قفشه بتاع اللحظات الحرجه. وبعد كده ال3 التانيين، ال3 التانيين موجود وكل حاجه، وواحد كان بيجيب اجوان، بس اللي خلص لكم كل البطولات الصعبه هو كهربا. ما تنسوش كاس مصر اما نزل 10 دقايق عمل جون وجاب جون، فما تنسوش يعني. وماتش بيراميدز اللي انتوا كسبتوه 3-2 واخدتوا بيه الدوري، قفشه. فيعني اتمنى من جماهير النادي الاهلي ان هي دايما تعيد حساباتها، اللي يعمل معاك معروف شيله على الدماغ وافتكر له دايما المعروف. انما انتوا طالما خدتوا الاوردر ان ده يبطل يبقى يبطل، مهما كان هو كان عمل ايه للنادي الاهلي ولا جاب بطولات قد ايه للنادي الاهلي. فانتوا عندكم الحته بتاعت القلبة الوش دي، وفي اسرع وقت بتعملوها على اي حد. وده عيب جماهير الاهلي، ده عيب جماهير الاهلي، ان هو يعني ما عندهمش عزيز من الاخر. يعني الاهلي بيتعادل 1-1، بيكسر الحاجز بتاع ال 20 ماتش ولا ال 21 ماتش اللي هو كسبه. وانا يعني انا يقول لك ايه، اصل ارقام وتواريخ، ايه ارقام وتواريخ؟ ما بيكسب عشان ياخد بطوله. ايه يعني ما لازم يكسب؟ ما انت شايف بناشئين ولاعيبه مبطله ما بتلعبش، والفرق اللي هي انبي النهارده بتلعب بكامل مستواها وبكل قوتها وبتتعادل ومش عارفه تكسب، وفي 5 ولا 6 ناشئين في الملعب، وفي لعيبه اصلا كهربا وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح وقفشه، والباقي كله ناشئين. هتكسبوا امتى يا بشر؟
يا انديه كومبارس هتكسبوا النادي الاهلي امتى؟ امال الاهلي لو كامل بقى معاه مدربه ومعاه اللعيبه اللي هي السوبر اللي هو زي حسين الشحات واسامه ابو علي وبيرسي تاو واحمد عبد وكل الرجاله دي. هو فين بيرسي تاو صحيح؟ مش مفروض ان هو مريح من بدايه من ساعه لما جه من افريقيا من بطوله الامم؟ ما بيلعبش ليه الماتشات دي؟ هو مغضوب عليه؟ انا مالنا بقى ادار مال عام مش ادار مال عام، احنا مالناش دعوه، لان ما حدش بيقدر مع النادي الاهلي يفتح بقه. اذا كان موديست اللي جاي اصلا جه على النادي الاهلي، ما حدش بيفتح بقه ولا حد قادر يفتح بقه في الاعلام ان ده يعني ازاي يجي ويمشي. النهارده سامسون مثلا بيجيب جون وعامل ماتشات كويسه، ورغم كده كل المعلقين وكل الجهابزه عمالين يقول لك ايه؟ اصل زايد، اصل طب بس بيعرف يجيب جون وبيعرف يعمل جون. ما اتكلمتوش ليه على موديست؟ ما يقدروش. كل المعلقين وكل الاعلاميين وكل المحللين يطلعوا يقول لك ايه؟ لا لا لا، اصل ده مش تيم، يعني مش شكل نادي الزمالك. امال موديست اللي كان شكل النادي الاهلي؟ يعني موديست اللي كان شكل النادي الاهلي. تعادل النادي الاهلي برضه. هقول امتى انبي هيكسب؟ يعني الفرق الكومبارس دي هتكسبوا النادي الاهلي امتى؟ النهارده بيلعب مثلا بخمس ست ناشئين، وبرضه عشان ما اكون منصف ولا ناشئ لفت النظر، يعني ولا ناشئ لفت النظر. وده مشكله قطاعات الناشئين سواء في الاهلي وفي الزمالك. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ده ما فيش لعيب موهوب، ده ما فيش لعيب يخطف العين ونقول ان الراجل دوت هيبقى هو اللي هيشيل النادي الاهلي ولا هيشيل نادي الزمالك الفتره اللي جايه. ما شفناش. وكل ده ليه؟ لان اصلا قطاع الناشئين فيه مجاملات، ابن فلان وابن علان، ويديله الفرقه ويبيع ويشتري ويعمل صفقات ويلم فلوس من اولياء الامور، واللي بيدفع هو اللي بيلعب، وما بقوش يعتمدوا على المهاره ولا الناس اللي هي الغلابه اللي هي اصلا اصل الكوره. يعني الناس الغلابه دي هي اصل الكوره. يعني الاختبارات اللي كانت بتتعمل زمان بياخد له مثلا 60 70 لعيب في كل مسابقه، يصفي منهم 30، ال 30 اللي بيمشوا احسن من اي 30 بيلعبوا دلوقتي فوق في الاهلي وفي الزمالك. انما دلوقتي هي ماشيه بالحب، اللي يدفع هو اللي يتأيد، مالوش دعوه بقى عنده كرش، عنده بطن، عنده صدر، عنده هنش، ما لهمش دعوه بالكلام. المهم ان هو بيدفع يعني. فعشان كده الكوره من أسوأ لأسوأ. ومحدش يقول لي ناشئين، محدش يقول لي ناشئين، لان الناشئين على مستوى مصر كلها اللي بيشخلل بيعدي والموهوب بيسقط. يعني اللي الكرة اتعملت عشانه اصلا، واللي المفروض ان انت تبص على كل اللعيبه اللي هي الموهوبه هتلاقي كلها اولاد ناس غلابه، بس عشان ما بيشخللوش فما بيعدوش. فعشان كده المستوى اللي انت شايفه ده، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، حتى المنتخب الاول، يعني حتى المنتخب الاول دلوقتي بياخدوها عن طريق الفانيلات واسماء الانديه بس. احنا في خطر بجد، احنا في خطر، لان ادي النادي الاهلي النهارده بيلعب ب5 ناشئين، ده غير اللي قاعدين بره، والزمالك بيلعب بحوالي 12 ناشئ ولا 13 ناشئ، ما شفناش واحد فيهم يلفت الانظار. ماتش الزمالك والطلائع بصراحه مجلس الاداره بيهرج، مدير فني بيهرج، جماهير الزمالك اللي هي بتروح الاستاد، انا بتكلم على اللي بتروح الاستاد، انتوا السبب ان انتوا قويتوا قلب مجلس الاداره عشان ياخد القرارات العبيطه دي والغبيه دي، وان هو يقول لك نلعب بالكسب اللعيبه الصغيره وندي اللعيبه الكبيره راحه. وصلتوا ايه بقى لجماهير نادي الزمالك؟ ان انتوا فرقه عاديه واقل من العاديه، ومعاكم مدرب اقسم بجلال الله، مدرب على باب الله، على باب الله، وحرق الناشئين وعمل مذبحه الناشئين، وهو اصلا مع اللعيبه الكبيره ما بيعرفش، بدليل ان هو بيلاعب دونجا على محمد شحاته وزياد كمال اللي هم يعني واحد جاي ب 30 مليون اعاره والتاني مخلصينه بمبلغ وقدره، والاتنين كورتهم اعلى منهم. يعني ده اللي يدل ان الراجل
يعني بصراحة حاجة تحزن وحاجة توجع القلب. وهو طبعا مفكر ان هو خد الكونفدرالية بمجهوده وبصماته، وما يعرفش ان خدها بالجماهير اللي حضرت والاستاد اللي اتملى والتشجيع اللي هو من قبل المباراة، واثناء ما اللعيبة نزلت ادت للعيبة الحماس والروح والرغبة في الفوز بالبطولة. انما النهارده وقبل كده بصراحه يعني دي فرقه مواكيس. يعني دي اللعيبه غصب عنها، لان هو الراجل بيلعبها، وما شفناش فيهم واحد عليه النطاله، ما شفناش واحد فيهم لفت النظر، ما شفناش واحد فيهم نقول ان في امل ان السنه الجايه ممكن نعتمد عليه في تغييره، يعني يبقى تغييره كويسه. انما بصراحه لا تغييره كويسه ولا لعيب كويس ولا اي حاجه تلفت الانتباه. وبعدين مريح اللعيبه ليه؟ يعني قول لي بقى، يعني انت لعبت في بطوله واحده بس اللي هي الكونفدراليه، وطبيعي تلعب في الدوري زي ما النادي الاهلي بيلعب في الدوري وبيلعب في دوري الابطال وبيلعب في السوبر وبيلعب في السوبر الافريقي وبيلعب في السوبر المصري وبيلعب في كاس العالم للانديه. يعني لو قعدت تعد 7 8 بطولات. انت حضرتك لعبت بطوله واحده وكنت مريح من بعد يناير عشان المنتخب، خدت لك 2.5 شهر. فانت بتريح اللعيبه ليه؟ طبعا قرار خاطئ جدا. مجلس اداره مش فاهمين حاجه ولا عارفين حاجه ولا عارفين يديروا ولا عارفين يجيبوا صفقات ولا عارفين يفكوا القيد ولا عارفين يمشي المدرب. لان المدرب ده انا قلت لكم هاتوا اي مدرب مصري وعلى راسهم طارق مصطفى. طارق مصطفى لو جه هيعمل انفراجه وانتفاضه باللعيبه دي. مش هقول لك هات له صفقات، هي باللعيبه دي بس. فالحين كل شويه هنبيع زيزو طب هتبيع زيزو وتحط فلوسه في بن شرقي، وبن شرقي جاي مبطل وجاي مش قادر. طب انت تسيب زيزو وابني عليه، هات بن شرقي جنب زيزو طالما ان انت عايز يعني تعمل صفقات. انما لا، هما بيساوموا جماهير نادي الزمالك نجيب بن شرقي يبقى نمشي زيزو عشان يفك لنا الازمه الماليه. طب ما التاني هياخدهم. زيزو هتباع مثلا هنقول ب5 مليون دولار، نصهم هياخدهم بن شرقي. طب وبعد كده هتفتح القيد ازاي وهتجيب صفقات ازاي وتدفع لعيبه الفلوس اللي للعيبه ازاي؟ طالما مش عارفين تديروا روحوا بجد. يعني روحوا، لان انتوا كده انا شايف ان في مؤامره، يعني في مؤامره بتحصل على نادي الزمالك. اول مره ان القيد ما يتفكش، تاني مره ما بتجيبش صفقات، تالت مره ابقاء على مدرب ضعيف، رابع حاجه موضوع الانسحاب، خامس حاجه هلعب بالناشئين في كاس مصر. ده انت لازم تموت على البطوله دي. الاهلي مش موجود، يعني الاهلي مش موجود. هم كلهم 3 4 ماتشات، اللي انت 3 ماتشات اللي انت هتلعبهم. يعني هتلعب دور ال16 ودور ال8 وقبل النهائي والنهائي 4 ماتشات. فانت يعني من كتر البطولات اللي انت خدتها السنه دي يعني عايز انت تريح اللعيبه وتقول لي بلاش الكاس. فانا شايف ان في اتفاقات حصلت، اللي هو الانسحاب من ماتش الاهلي، موضوع كهربا، موضوع الناشئين ده، موضوع القرارات ولا قرار اتنفذ وانت برضه ما اعرفش رجعت تلعب بناء على ايه. حاجات كتيره يعني انا مش فاكر. بس وكهربا بالنسبه لموضوع من الدولار للمصري للتقسيط حاجه تحزن بجد يعني. على العموم نسيب نادي الزمالك ببلاويه ومشاكله والجماهير الزمالك ليكوا ربنا، مالكوش اكتر من كده. يعني ناس بتكلمني بقول لهم والله ليكوا ربنا، يعني هتعملوا ايه؟ وفعلا الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره سواد يعني.